اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المصريه في كل مكان، وحلقه جديده من نجوم الرياضه. وزي ما احنا متعودين من اسبوع لاسبوع بنحاول نطرح كل المواضيع على الساحه الرياضيه المصريه والعربيه والافريقيه والعالميه، ونناقش المواضيع دي وبنحاول ان احنا نحللها وناخدها بهدوء كده، ونتكلم في كل تفصيله في هذه المواضيع. النهارده عندنا فقرتين. الفقره الاولى هتكون عن الرياضه المصريه بشكل عام، وهنتكلم عن تفاصيل كتيره خاصه بالانديه والاتحادات وقانون الرياضه. هنتكلم عن كل حاجه. طبعا بيسعدني ان انا يكون معايا سياده اللواء محمد سامي بيومي، رئيس مجلس اداره نادي الشمس. اهلا بك يا سياده اللواء، وسعداء بوجودك معانا. اهلا بك يا فندم. ومعانا المحلل الفني للبرنامج محمد جاد، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للتايكوندو. اهلا بك يا محمد. اهلا سامح، ازيك؟ تمام. سياده اللواء، اسمح لي بس اسال محمد سؤال على موضوع هو حضره وعاوزين نعرف ايه اللي حصل فيه، اللي هو الاجتماع مع رئاسه الجمهوريه وسياده الرئيس الخاص بمناقشه التعديلات القوانين والانتخابات وحاجات كتيره جدا في المرحله الانتقاليه اللي احنا فيها. بس اكيد كان في رياضه. ايه اللي حصل يا محمد؟ هو فعلا انا دعيت. هي موضوع الدعوه نفسها ان سياده الرئيس حب ان هو ياخد اراء الشباب على المستقبل وعلى خريطه الطريق بالنسبه للانتخابات البرلمانيه الاول ولا الرئاسيه الاول. تمام. والانتخابات البرلمانيه السيستم بتاعها ازاي، فردي ولا قوائم ولا مختلط. تمام. ده الموضوع العام. ده الموضوع العام. تمام. بس انا قبل ما ادخل كنت ناوي اتكلم في موضوع الرياضه اتكلمت فعلا واستاذنت سياده الرئيس ان انا اتكلم في موضوع الرياضه. فاول حاجه اتكلمت فيها بطوله الاقصر الدوليه. تمام. وسياده الرئيس ساعتها وهو قاعد قال ان هيدعم البطوله برعايته الشخصيه. والكلام ده حصل فعلا في اقل من 48 ساعه. وصل الاتحاد المصري للتايكوندو النهارده الصبح خطاب من رئاسه الجمهوريه بدعم السيد الرئيس لبطوله الاقصر الدوليه تنشيط الرياضه. تمام كده. النقطة الثانية بسرعة على فكرة. ما أنا عارف بيخلص. أنا هقول لك أنا مديك وقت قليل عشان ما نضيعش الوقت في الكلام مع ست اللواء. النقطة الثانية بمنتهى الصراحة وبمنتهى الشفافية برضو. أنا سيادة الرئيس وجهت له الكلام إن إحنا في مشكلة عندنا في الرياضة في موضوع قانون الرياضة الجديد وموضوع الميثاق الأولمبي الدولي. تمام. والخلاف الداير ما بين اللجنة الأولمبية المصرية وما بين وزارة الرياضة. أنا ما قلتش دلوقتي خلاف الداير ما بين مستشار خالد زين ومعالي وزير طارق المكان. كلامي كان واضح وصريح للنائب الوزير باشمهندس باسل عادل انها احنا كمصر من حقها ان يكون ليها سيادتها وان تحط قوانينها ولوائحها، بس احنا كدوله يجب ان يتبع الميثاق الاولمبي الدولي. تمام. بس هو ده اللي انت وضحته. هو ده. طيب خلينا بقى نتكلم وهنرجع لنقطه القانون الرياضه مع سياده اللواء. بس خلينا الاول يعني نبارك لسياده اللواء مباركه متاخره كم شهر على تولي حضرتك مسؤولية كبيرة، يعني رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، أكبر الأندية الرياضية في الشرق الأوسط من حيث المساحة وعدد الأعضاء. طبعا يعني نادي الشمس كان بيمر بمرحلة صعبة جدا في خلال السنين اللي فاتت، مش في خلال السنة اللي فاتت مثلا، لا السنين. أعتقد تركة تقيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك الحقيقة نادي الشمس يعاني الآن من تركة مثقلة. والحقيقة مش ذنب حد. الذنب الأساسي لو بصينا لقينا في خلال 4 سنوات ونصف تقريبا اتغير 5 مجالس إدارة. تمام. بالتأكيد لو هنقدر ما نقدرش نحاسب أي حد 5 مجالس إدارة في 4 سنين 4 سنين ونص نقول لهم انتوا عملتوا ايه. إذن ليس ذنب مجالس الإدارة سواء كانت بقى معينة أو كانت منتخبة، مش ذنبها. احنا بندور على ايه؟ احنا بنقول ليه النادي ما بيتقدمش؟ ليه النادي تأخر؟ أنا راجل عضو في النادي ده أكتر من 40 سنة. إنما من 40 سنة مش هو النادي اللي أنا كنت أتمناه النهاردة بعد 40 سنة. النادي بقاله أكتر من 10 سنين ما تعملش فيه أي نوع من أنواع الصيانات، الحفاظ على البنية التحتية، شبكات المياه، شبكات الصرف، البنية الأساسية، الكهرباء، صيانة الصالات، صيانة الألعاب، صيانة الملاعب، كل ده مش موجود. وده يتكلف مبالغ باهظة وطائلة. طبعا مشاكل كثيرة.
انما انا مش جاي برضه اشتكي، انا بقول احنا لازم يكون لينا رؤيه ونؤدي، والا هنيجي نقعد نشتكي وخلاص. طب يبقى نعمل ايه بقى؟ نروح ونجيب حد يقدر يعمل. احنا عايزين نعمل. امال ايه المشاكل اللي بتعوقنا في العمل؟ غياب الخطه. بمعنى انا كان اتمنى، وانا الحقيقه رأست مجالس اداره شركات كتيره، كان بيبقى فيه هدف. ايه هدف الشركه؟ تعمل ايه؟ كان نفسي الدوله تقول ما غرض الدوله من الرياضه؟ الدوله عايزه ايه من الرياضه للثلاث سنوات القادمه او للخمس سنوات القادمه او العشر سنوات القادمه، ثم تحط هدف استراتيجي ثم هدف تكتيكي يحقق على مدى السنين، وفي نهايه المرحله يتم تحقيق الهدف الاستراتيجي. الهدف الاستراتيجي ده المفروض بينزل لوزاره الرياضه تحقق منه ايه الهدف. الوزاره هتعمل ايه؟ الوزاره تكلف الاتحادات وتكلف الانديه ايه، كل نادي يعمل ايه وكل اتحاد يعمل ايه. لا، كل واحد يعمل بقى في مجاله، انما في الاخر بعد نهايه فتره معينه او بعد مرحله معينه يكون في هدف تحقق. انما الحقيقه احنا عندنا الرؤيه قاصره. يعني لما ببص في النادي عندنا ايه؟ عندنا 34 لعبه رياضيه. انا الحقيقه مش سعيد ان في 34 لعبه رياضيه مشتركين في الاتحادات والناس بتلعب في الاتحادات ثم لا نحقق شيء. طب سيادة اللواء، قبل ما ننتقل للجزء الرياضي خلينا نرجع نقطه لمرحله الهدف. يعني حضرتك ومجلس الاداره، انتوا مجلس معين تم تعيينكم لان النادي حصل له نوع من انواع الفراغ، نسميها ايه؟ فراغ سياسي او فراغ اداري؟ الفراغ الاداري في النادي بعد 30/6. بعد 30/6. فوزاره الرياضه لما بعتت جواب التكليف، كان ايه اللي موجود في جواب التكليف؟ هل هو الموجود ان يعني يبقى فيه اداره وخلاص، ولا كان مطلوب هدف معين من مجلس الاداره؟ لا، هو والله لان طبعا مش هيقدر يدي هدف بالمعنى المفهوم، لان مجلس الاداره تمام عين لفترة محددة تنتهي باجتماع الجمعية العمومية، والجمعية العمومية المفروض تجتمع في 14/3 أو 12 13 14. دول الثلاث أيام اللي المفروض تعقد فيهم الجمعية العمومية. الفترة من شهر 10 لغاية شهر 2، يعني بنقول 5 شهور. 5 شهور لا تكفي لإعطاء هدف أكيد لتحقيقه. تمام. فكان الهدف المحافظة على ما هو موجود وتسيير أمور النادي ولحين انعقاد الجمعية العمومية لتحديد ميعاد الانتخابات. يعني هو ده كان الهدف الرئيسي. لأن الحقيقة برضو يعني مش عايز أتفرع لموضوع آخر جانبي. نقول إيه المجلس الإدارة اللي ممكن يبقى فترته 5 شهور يقدر يعمل إيه؟ وطبقا للقوانين، أنا ما بلومش حد. طب طبقا للقانون أنا بلوم القانون، لأن مجلس الإدارة لا يستطيع، لا يعين فرد ولا يتخذ إجراء بعمل صيانة أو إنشاء أو اتخاذ أي قرار يزيد عن فترة مدة ال5 شهور. ال5 شهور. طب نقول برضو ماشي، حتى ذلك الوقت يمكن الأداء. طب إيه آلية تنفيذ أي حاجة؟ يعني إحنا عندنا مثلا حمام سباحة ترك بقاله أكتر من 2 الحمام كان المفروض يصان في وقته، كان مبلغ الصيانة أقل، ترك. حصل طبعا زي اي حاجه ما بقاش فيها ميه، الحمام مش مليان، حصل تشققات في جسم الحمام السباحه. بعد ما كان ممكن يتصان بنص مليون بمليون، دلوقتي دخلنا عايزين 3 مليون ونحن. وبعض الناس جم قال لك لا، الحمام ده يتهد و18 مليون عشان نعمل حمام سباحه جديد. طب مين المسؤول عن ده؟ طب انا هقدر اعمل الكلام ده؟ وبناء عليه برضو احنا عملنا، ما استنيناش، قلنا نعمل كراسه للشروط والله عشان نستدعي احد المكاتب الاستشاريه ذات الخبره في هذا الموضوع عشان يعملوا لنا كراسه شروط نقدر نطرحها وندعو الشركات للتنفيذ. تمام. الكراسه دي من شهر 4 من شهر 10 وحتى الان ذهبت الى الهيئه الاداريه او مديريه الشباب والرياضه. تمام. ثم ارسلتها الوزاره وحتى الان لم تظهر على الشاشه حتى ناخذ باقي الاجراءات. تمام. طيب يعني محمد برضو من اعضاء نادي الشمس وفريق تايكوندو، وكان ليك برضو يعني عشان ندخل في الجزء الرياضي كان ليك بعض التساؤلات يا محمد برضو بمناسبه الرياضه بقى. يعني سياده اللواء قال النادي بيصرف على حاجه و30 لاعب، 37 34 ده رقم كبير جدا. طيب ال 34 لعبه فيهم ابطال. في ال 34 تفتكر؟ ما هي دي السؤال برضو المنطقي اللي لو انت بصيت عليه. وانا كنت بتكلم مع سياده اللواء قبل الهوا، هو ليه النادي الاهلي، يعني انا كنت بسال سؤال، يعني
السؤال ده توجه لشخص ما مسؤول، بس توجه بطريقه مختلفه. انا سالت مين احسن كيان رياضي، فالاجابه كانت النادي الاهلي. تمام. مين اعلى انجازات، فالاجابه كانت النادي الاهلي. مين احسن استقرار، الاجابه كانت النادي الاهلي. انت مش بتتكلم في كره القدم بس، انا بتكلم في رياضات كتير، في كله كمؤسسه ككيان بس رياضي، مش في كل الرياضات، في التربيه، بس مش كل الرياضات. بص انا بتكلم يا سامح دلوقتي رياضه، اتيتيود، اداره. تمام. مين احسن مؤسسه؟ النادي حاليا النادي الاهلي. فانا فرديت قلت لو انا عندي قوانين، والقوانين دي بيتبعها 99 نادي، وانا عندي 100 نادي منهم النادي الاهلي مثلا، تمام، وفي 99 نادي تانيين بيحققوا القوانين دي وبيطبقوها، بس مش قادرين يوصلوا للنتائج اللي بيوصلوا للنادي الاهلي. انا هدي القوانين دي واطبق قوانين النادي الاهلي لانه عامل سكسس ستوري، عنده قصه نجاح مش من امبارح ولا من 10 سنين، دي من 107 سنه. فهي انت بص على النادي الاهلي بيعمل ايه؟ عنده كره قدم، كره طايره، كره سله، تنس طاوله، كاراتيه، العاب قوه، سباحه، 12 13 لعبه. قادر بموارده اللي هي 10 اضعاف اي موارد لنادي موجود في مصر ان هو يكفر الكلام ده. عشان كده بيقدر يغذي المنتخبات القوميه باكتر من 75% من قوامها لعيبه النادي الاهلي. تمام. طيب سياده اللواء، يعني محمد هنا ذكر نقطة مهمة جدا، ان عندي نادي من الأندية بيحقق نجاح ايا كان اسمه، بس بيحقق نجاح وبيصرف برضو على عدد كبير برضو من اللاعبات، مش عدد قليل. ممكن ما يكونش ال 34 لعبة مهتم بيهم اهتمام كامل، بس مهتم ب 12 لعبة مثلا وبيحقق فيهم انجازات. مش موجودين يا سامح، ده هو عنده ال 12 لعبة دول بس، بقية الألعاب مش موجودة أصلا للممارسة. طيب هنا بقى النقطة، ما ده السؤال، هل ال 34 لعبة لازم يبقوا كلهم قطاع بطولة؟ طبعا لا، لان ده مش منطقي ان في اي حد ولا حتى اكبر نادي في الدنيا في العالم بيعمل هذا العدد. انما زي ما بقول في العاب للممارسه، ودي زي ما بقول نرجع تاني نقول ما هو الهدف الاستراتيجي. الهدف يعني احنا زي ما بنقول احنا كام نادي، احنا مثلا نقول الشمس متفوق في لعبه رياضيه معينه، مثلا في التايكوندو، في مثلا في السله، كويس، نمسك 3 4 لعبات ونقول ان الاهتمام الرئيسي لنادي الشمس و3 4 5 انديه اخرى تهتم بهذا القطاع، ويبقى كل الصرف في هذا الاتجاه. نقوم نقدر نطلع ابطال. انا نفسي اطلع بطل، مش عشان نطلع بقيت في الدرجه الاولى ولا مش عارف بقيت الممتاز، مش هو ده الهدف. الهدف انا عايز يبقى عندي لعيبه في كل انديه العالم، زي ما افريقيا دلوقتي لاعيبه السله ولاعيبه كره القدم وكل اللعيبه في كل انديه الدول في كل العالم كله. الله. طب ومصر احنا فين؟ ليه مش كده؟ ليه نادي الشمس ما يعملش هذا ويحقق ويعمل اختراق؟ يعني لانه كده اتعلمنا كده، المؤسسه العسكريه علمت لنا كده، الحاجه اللي انت ناجح فيها كسب فيها الجهد والمجهود واعمل الاختراق واوصل. هو ده الهدف. ليه ما يبقاش عندنا 20 30 لاعب موجودين في انحاء العالم من نادي الشمس؟ هو ده الهدف اللي انا عايزه. تمام. طيب يعني نادي الشمس مميز بالالعاب القتاليه عموما، يعني كاراتيه، التايكوندو، الجودو، كونغ فو كمان. في بعض الالعاب الاخرى عنده تميز الى حد ما، زي مثلا كان عنده تميز في كره الميه، في كرة كان عنده هوكي وفي الهوكي والرمايه وفي العاب مختلفه. طيب محمد، يعني انتوا كتايكوندو لما انت كنت في فريق التايكوندو، كان اكيد في مطالبات كتيره من الجهاز القائم على لعبه التايكوندو، ان يبقى في تمويل اكتر، ان يبقى في دعم اكتر، معسكرات، علشان النادي يحقق بطولات جمهوريه وما تروحش منه، يبتدي عنده لاعبين يوصلوا للمنتخبات. ايه اللي حصل في ده؟ يعني انا هعتبر ان اللي هو سامي مش رئيس النادي، وانا هتكلم على التايكوندو. هو طبعا ربنا يكون في عونه في ال 34 لاعب، بس انا هتكلم على التايكوندو في نادي الشمس. ابسط الحاجات ان انا عايز بساط صحي اتمرن عليه جوه الصاله. تمام. انا البساط اللي عندي ده غير صحي، مش طب انت دلوقتي عندك بساط؟ لا انا عندي زمان ما كانش فيه بساط. كان زمان ايامك انت كنت بتتمرن على ارض النجيله على ارض النجيله جوه. بس انا دلوقتي لا، انا هقول لك على حاجه، انا قلت كلمه غريبه شويه، قلت بساط صحي. ليه بقى؟ البساط اللي موجود دلوقتي بيؤدي للاصابات. انت مش بقول لك كمان غير مناسب ولا متقطع، لا، اللعب عليه بيصيب اللعيبه. فانا ابسط حاجه ان انا من المجلس اللي قبل اللي فات، رئيس اللجنه او مقرر لجنه التايكوندو كان قدم طلب لمجلس الاداره، عايزين بساطين على يعني باسرع ما يمكن عشان خاطر الولاد ما تصابش. دي ابسط حاجه. كلمني على المعسكرات على مدار التايكوندو من ساعه ما انا دخلته من سنه 1990 لحد دلوقتي. نادي الشمس طلع
4 بطولات دوليه او 3 بطولات دوليه، واحده ناشئين و3 كبار. اخرهم كان معسكر في كوريا، وبطوله كانت في كوريا كانت سنه 2007 تقريبا 2006 تقريبا من 6-7 سنين بالظبط. هكلمك على قوام المنتخب القومي للتايكوندو: 50% في منتخب 14، 50% في منتخب 35 ل 50% في الفيرست تيم. تمام. يعني القوام الاساسي للمنتخبات القوميه في التايكوندو جاي من نادي الشمس. تمام. ال 50% الثانيه جايه من نادي سبورتنج، جايه من نادي الصيد. فنادي الشمس مفرغه لانديه كتير في اللعيبه. لا، والمفاجاه ان لو اتطبقت كلام اللي بيقول عليه اللي هو سامي، نادي الشمس مفرغه للمدربين. مدربين هليوبلس، المقاولين، الصيد، الشرطه من زمان يعني من نادي الشمس، من زمان، من قبل حتى سنه 90. طيب سياده اللواء، يعني انا هاخد كلام حضرتك وهنروح على جزئيه تانية، وهي جزئيه قانون الرياضه. يعني احنا دلوقتي في صدد قانون رياضه جديد، وكنا اتكلمنا انا ومحمد قبل كده في حلقات سابقه عن موضوع قانون الرياضه وايه اللي هيحصل في قانون الرياضه. عاوزين نعرف راي حضرتك. يعني انت دلوقتي ماسك نادي من اكبر الانديه في مصر، اكبر الانديه مساحه وعدد اعضاء في الشرق الاوسط كله. لازم يبقى لحضرتك راي في هذا القانون. يعني ايه اللي انت تطلبه من وزاره الرياضه او من اللي هيضعوا اللجنه اللي هتضع قانون الرياضه؟ ايه اللي يحصل علشان المشاكل اللي بيواجهها نادي زي نادي الشمس او الانديه كلها، اداريه، فنيه، ايا كانت المشاكل، ايه اللي مطلوب في قانون الرياضه الجديد؟ لا، هو سوري قبل ما تجاوب سياده اللواء، حضرتك عارف ان في 9 لجان اتشكلوا عشان يحطوا قانون الرياضه؟ هل المعلومه دي عندك؟ لا. وبقى لهم 9 رؤساء للجان؟ مش عندك المعلومه دي صح؟ ده امتى حصل؟ امبارح في اجتماع مغلق. ده انت بتفاجئني يعني. تديني خبر يعني. ماشي. طيب اتكلم بقى سياده اللواء. طيب يعني بالتغاضي عن الجزئيه دي، احنا عاوزين ايه من قانون الرياضه؟ اللي انا عايزه في قانون الرياضه ده يسمح زي ما بتقول النادي. احنا عايزين ايه هدفنا من النادي؟ اكيد النادي وكلنا ممكن نصل لهذا دون اختلاف. عايزين هدف اجتماعي، هدف رياضي، تمام، هدف ثقافي. ده اللي احنا عارفه. لا انا عايز اقول لا والله ان من النادي يجب ان يكون له هدف اقتصادي. بمعنى ما ينفعش النادي يصرف، والمفروض يبص ويستثمر ويكسب ويحقق هو الموارد بتاعته. يعني يبقى عنده هو الموارد بتاعته. لازم في اخر السنه النادي ده كسب ايه؟ كسب بقى عمل لعيبه، باع اللعيبه، عمل فتح موارد جديده. ولازم يكون موارد لا تنضب، متجدده دائما. مش مثلا عملنا مبنى وخلاص وقف وما عادش حد نقدر نستثمر في حاجات كده. لا، نستثمر في البشر. لازم القانون يسمح بكده. تمام. انا بقول الانتخابات الحقيقه يعني، وده يعني رايي صواب يمكن ان يكون خطا، وراي غيري خطا ممكن ان يكون صواب. تمام. الانديه الانتخابات بوظت الانديه. ولما نبص كده كل المشاكل عند الانديه كلها تقريبا الانتخابات وقضايا. هو دي رياضه ولا قضايا؟ يعني ومع انه في الاول وفي الاخر ده عمل تطوعي. وده عمل تطوعي. انا بقى بقول لا، بلاش عمل تطوعي. يجي رئيس نادي بمرتب وله هدف وخطه، والجمعيه العموميه في اخر العام تحاسبه، ثم تبقى عليه او تشيله. يعني يبقى زي شركه مساهمه. يبقى شركه مساهمه. ده في حل، ده او حل تاني، وده ممكن تتخذ الدوله. معلش اللي انا عايز اقوله العالمي، وده الشرط الاساس العالمي. هنتكلم في النقطه دي لان هي ليها سكتين. الموضوع ده ليه سكتين. احنا لو قلنا الانديه دي تتبع الدوله، لا شك في هذا ولا خلاف، ما عندناش مشكله فيها، تتبع الدوله. انا اقول للدوله تجيب شركه اداره. شركه اداره بقى ملهاش بقى دعوه انا الناس عايزه ايه ولا مش عايزه ايه، ليها هدف تؤدي الهدف الثقافي والاجتماعي والرياضي والاقتصادي، وتشتغل صح وتدير. يعني احنا بنقول فندق باظ، بنعمل ايه؟ بنجيب شركه، بنجيب هيلتون، بنجيب شيراتون، ايا كان بنجيب فيرموت ويدير. يبقى تدير، ثم زي ما بقول الشير اللي في الاخر هيفضل ده اللي هيحقق، المبالغ اللي هتحقق دي تقسم على تلت يتصرف على النادي، تلت يروح للدوله، حصيله للدوله من هذا النادي اللي الدوله بتدعمه وبتدفع فلوس، بدل ما تدفع فلوس الدوله تاخد فلوس، والتلت يتصرف على الانشطه بتاعت اللي موجوده. اعتقد هيحصل طفره ضخمه جدا في هذا لو جبنا شركه اداره. تمام. طيب سياده اللواء، ويعني هو السؤال ده موجه لحضرتك ولمحمد، انا هاخد راي حضراتكم فيه.
بره يعني سريعا، بره في الدول الاوروبيه عندهم في فرق كبير جدا ما بين نادي رياضي ونادي اجتماعي. النادي الرياضي ده نادي شركه مساهمه، يعني هنتكلم مثلا على برشلونه عنده 4 لعبات او 5 لعبات هو اللي مركز فيهم، الشركه بتصرف عليهم، رئيس مجلس اداره جاي من المساهمين وبياخد مرتب زي ما حضرتك قلت، ومجلس الاداره كله بيحقق ارباح وبيتحاسب مع نهايه كل سنه ماليه او مع نهايه كل سنه عاديه. والنادي الاجتماعي في انديه اجتماعيه تتبع الدوله وفي انديه اجتماعيه ماشيه بنفس نظام الشركات المساهمه. تفضل ان الموقف ده يبقى موجود هنا في مصر ولا هيبقى صعب دلوقتي؟ اعتقد دي تبقى رؤيه، يعني دي الرؤيه المستقبليه. انما حاليا صعب جدا، لان عشان تقسم او تفصل الرياضه ده، لانها نفس المكان الاجتماعي، جنبيه حمام السباحه، جنبيه ملعب تنس، جنبيه، يعني مش هتقدر تقوم تفصل الانشطه الرياضيه عن الانشطه الثقافيه عن الانشطه الاجتماعيه. انما ده تارجت يبقى مستقبلي، ممكن التخطيط المستقبلي اما بنيجي، وخاصه بالنسبه للانديه اللي عندها مساحه الارض تسمح بكده، يعني زي عندنا نادي الشمس، احنا ممكن في داخل عندنا 400 فدان، احنا ممكن نعمل نادي من اول جديد رياضي في مكان اخر داخل جوه يسمح النادي. تمام. طيب محمد، انت كعضو اتحاد تايكوندو، الانديه لما تبقى محترفه ده هيصب في مصلحه اللعبه؟ لا، ده انا هقول لك حاجه ثانيه بقى. أنا طبقا للميثاق الأولمبي وطبقا لخطاب اللجنة الأولمبية الدولية المرسلة لوزارة الرياضة، لن تقوم رياضة غير بالطريقة دي. هو الجواب واضح وصريح، ترجموه صح ترجموه غلط. الجواب واضح. الاحتراف، النظام الاحترافي، تحويل جميع الأندية، بص، تعديل الأندية الأوضح وتحويل الأندية لشركات مساهمة هادفة للربح علشان تمشي على الميثاق الأولمبي الدولي. تمام. دي من ضمن الحاجات الأساسية. طيب. دي نقطة. في حاجة تانية بس أنا عايز أقولها بالنسبة لقانون الرياضة، ودي أنا بقولها دلوقتي وبقولها للزمن والتاريخ. لجنة قانون وضع الرياضة اللي موجودة في وزارة الرياضة لم تذكر التعليم، لم تذكر لجنة لوضع التعليم ومدى أهميته وخطورته في القانون الجديد. تمام. طيب سيادة اللواء، يعني احنا وقتنا في الفقرة بيخلص سريعا. طب فانا يعني اخر سؤال لحضرتك، يعني رؤية حضرتك بقى لنادي الشمس في الفترة اللي جاية، حتى بعد لما تجتمع الجمعية العمومية في شهر مارس ويتحدد ميعاد انتخابات، وصية حضرتك ورؤيتك لمجلس الإدارة المنتخب في الفترة القادمة؟ والله أنا النادي فيه إمكانات كويسة جدا وله موارد عظيمة يمكن استخدامها وتكفي لأداء الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والاجتماعية وصيانة النادي، بس زي ما بقول يوضع المبلغ الصح في المكان الصح. تمام. انما زي ما بقول الاستمرار في دعم 34 لعبه رياضيا، لان احنا داخلين دلوقتي معلش اغلب المبالغ الماليه اللي داخله موارد النادي هي الاشتراكات، تمام. الاشتراكات بتتوزع بالكامل على اتجاهين ما فيش غيرهم، على النشاط الرياضي، المرتبات المدربين واللاعبين واللازم منه، ومرتبات الموظفين. اخد بال حضرتك؟ احنا داخلين دلوقتي لو طبق الحد الادنى للأجور في شهر يناير زي ما كان بالظبط كده، يبقى الحكومة. حتى الدخل الرئيسي بتاع النادي مش هيكفي ان احنا ندي المرتبات فقط والرياضة. تمام. اذا لابد من اعادة هيكلة الفرق الرياضية والجهاز الاداري للنادي بما يسمح ان انا اوجه في خلال يعني السنه القادمه 2014 يجب ان تكون عام 2014 هو عام البنيه الاساسيه والصيانه للنادي، والا اصلا مش هيبقى في نادي. تمام. طيب محمد، كلمه اخيره توجهها لنادي الشمس كعضو من اعضاء نادي الشمس وعضو من اعضاء احد الفرق الرياضيه المميزه. انا هقول لك حاجه، انا هقول لسياده اللواء ربنا يكون في عونك، وهاخد مقوله مش لحاجه، والله الراجل ده محترم، مستشار عدلي منصور، قال لو انت لما سألوه على انت عايز ترشح نفسك، قال لهم يا جماعة اللي هيشوف البلد من مكاني هيترعب ويخاف يقول الجملة دي، فانت ربنا يكون في عونك، اللي هيشوف النادي من مكانك هيترعب ويقول الجملة دي. تمام. واللي هيشوف اللي بيحصل دلوقتي من مكان انا هينهي الفقرة. طيب سيادة اللواء بنشكرك جدا. سيادة اللواء محمد سامي بيومي رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، بنشكر حضرتك جدا على حضورك ولتحت الفرصة لي النهارده. كتر خيرك. شكرا ليك يا فندم. محمد جاد بنشكرك ودايما كده معانا ان شاء الله. الله يخليك. طيب اعزائنا المشاهدين، هناخد فاصل سريع ونرجع للفقرة الثانية والأخيرة في البرنامج. نشوفكم بعد الفاصل.